تيخلعنا حتى الحبس ما دايرينش ما كنخافوش، والكفاله والله شديتوها نضرب 100 عندي الحبس ونعطيك واش درهم. يلاه سيروا دابا داخله عند لابوليس وحنا راه ما تنتخلعوش، فهمتي؟ بقاو تخلعونا السبعه حتى بالحبس ما تيخلعنا حتى الحبس ما دايرينش ما كنخافوش، والكفاله والله شديتوها نضرب 100 عندي الحبس ونعطيك واش درهم. يلاه سيروا ديالها الى سجن عكاشه في حال اعتقال بعد ما السيد وكيل جلالة الملك تابعها بعدة تهم. هي الآن تغادر إلى سجن عكاشة، والتهم اللي توجهت لها أكيد راح نقولها لكم مع الأستاذ المحامي غاني رشيد، من بينهم التسول والقدوة السيئة والإهانة ديال الهيئة المنظمة والضابطة القضائية والقضاء المغربي والتشهير، يعني عدة تهم متابعة بها. من الخوت خطير 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 بزاف. الدريه مدقدقه، الدريه مدقدقه معنفه بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمه. مادام بقى لك جاهله بمعنى الكلمه. الدريه راه باقا في لاكلينيك دابا وباقا كيتواجهوا مع لا الام ولا الراجل امها. الدريه معنفه دابا نطالب بان رايا انت خصو يجي. الدريه مدقدقه 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 الخوت مدقدقه ومدقدقه، نطالب برايا انت هو يجي. السلام الخوت خطير 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 بزاف. الدريه مدقدقه، الدريه مدقدقه معنفه بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمه. مادام بقى لك جاهله بمعنى الكلمه. الدريه راه باقا في لاكلينيك دابا وباقا كيتواجهوا مع لا الام ولا الراجل امها. الدريه معنفه دابا نطالب بان رايا انت خصو يجي. الدريه مدقدقه 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 الخوت مدقدقه. انا شريت لي بيكال كنتري تسكر كتبكي وليد داو لي بيكالتي ديو تاع ساكت حل فمو. انا ما يكونش ولدي هكا ما بغيتوش صافي ديو الخيريه. فعلى العموم الان الاطفال غيديوهم الخبره باش يعرفوا يعني واش حتى الهضره اللي كانت قالت في الاواخر على الاغتصاب واش هي حقيقه او لا. ودابا غندوزو الخبر التالي، وهو خبر اعتقال مولينكس في مطار مراكش بسبب عده تهم، وهي السب والقذف وإهانة الدين الإسلامي والترويج للمثلية عبر فيديوهات ولايفات في حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني التوبة بالدارجة مشى فيها. وندوزو للخبر التالي آسفة، وهو خبر عن ندى حسي أو حسي. روجت الخبر طلاق ديالها عبر ستوري، والزوج ديالها ينكر ويقول أن هذا عين أو حسد ولكنه لن يطلق. ونشوفوا آخر الأخبار في الأيام الماجية.